ما بتأثرش. المحرك الكهربي فكرة مهمة جدا جدا بعنوان ما بتأثرش. بيقول لي وضح الشكل تركيب محرك كهربي بسيط، والمحرك اللي هو الموتور، والموتور ده وظيفته بيحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية أو ميكانيكية، وده عكس الدينامو. عند دوران الملف بزاوية 45 من الوضع الموازي، هو كان كده موازي، الملف هيدور بزاوية 45، فإن مقدار القوى المؤثرة على السلك اي دي، فين السلك اي دي اهو، دي خطوط الفيض. السلك اي دي دلوقتي عامل زاوية 90 مع خطوط الفيض. مهما يدور الملف، دائما السلك اي دي والسلك سي بي اللي هم موازيين لمحور الدوران، اسمه محور الدوران اللي هيدور حوالين الملف، او الضلعين الطويلين في الرسمه دي، او الضلعين اللي هم قصاد القطبين، دائما القوه عليهم ثابته. ليه بقى؟ بص كده، تخيل ان صبعي ده هو خط الفيض، فدلوقتي الزاويه كام؟ 90. طب القلم ده بدا يدور كده، الزاويه برضه 90، بدا يدور كده زاويه 90، بدا ينزل كده زاويه 90. دائما خطوط الفيض عامله زاويه 90 مع الضلع اي دي. امال الضلع بقى سي دي هو اللي القوه عليه تتغير، في الاول هتبقى صفر، بعد كده هتبدا تعمل زاويه، هتقعد تزيد 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 لحد ما تبقى لها قيمه عظمى لو في تيار. يبقى الاجابه الصح القوه المؤثره على الضلع دي هتساوي كام؟ صفر. طيب، مع تكمله الفكره بيقول لي برضو يوضح الشكل تركيب محرك كهربي بسيط. المحرك برضو ليه افكار مهمه زي الفكره دي. يستمر الملف اي بي سي في الدوران من الوضع العمودي. هو لما كان موازي زي الرسمه اللي فوق، لو رجعت كده الرسمه اللي فوق، كان عزم الازدواج قيمه عظمى بيساوي بيان. ازاي موازي وعزم الازدواج قيمه عظمى؟ لان احنا بناخد الزاويه بين العمودي على الملف والمجال، هتبقى ب 90. طب الملف لما يدور لحد ما يبقى عمودي، الملف لما يبقى عمودي، لو تخيلت ان الملف بقى كده عمودي، بتلاقي ان النصين ما بيكونوش لامسين الفرشتين. النصين دول ما بيكونوش لامسين الفرشتين، بيكون الفرشتين لامسين الماده العازله، فكده الملف مش هيوصل له تيار لما يكون عمودي. لما الملف يكون عمودي مش هيوصل له تيار، يبقى كده عزم الازدواج المفروض بصفر لما يكون عمودي. فالمفروض الملف يقف، لان اللي بيدوروا عزم الايه؟ الازدواج، بس ما بيقفش بسبب حاجه اسمها القصور الذاتي، ان الملف كان في حاله دوران، فلما يجي نقطع عنه مسبب التيار يستمر في الدوران سنه، فترجع الحلقتين يلمسوا الفرشتين فيرجع يمر تيار تاني. يعني انا عايز اقول ان الملف كان بيدور بسبب عزم الازدواج. اول ما يبقى عمودي مفيش عزم الازدواج، لان التيار ده بصفر، مفيش تيار هيوصل. التيار هيوصل ازاي؟ الملف ده كده ملامس الهواء. طالما التيار بصفر يبقى عزم الازدواج بصفر، المفروض يقف، بس ما بيقفش لانه كان في حاله حركه، فيستمر سنه في حاله الحركه. زي المروحه كده شغاله، اول ما الكهرباء بتقطع، اول ما النور بيقطع، بتلاقي المروحه بتستمر شويه في الدوران بسبب ان هي كانت عندها قصور ذاتي. يبقى لو رجعنا بقى للسؤال، بيقول لي يوضح الشكل تركيب محرك كهربي بسيط. يستمر ملف المحرك ده اللي هو الموتور في الدوران من الوضع العمودي بسبب القصور الايه؟ الذاتي. وبرضه تكمله للفكره، لو كملنا كده السؤال اللي بعده، بيقول لي محرك كهربي مكون من ملف واحد يتصل بمصدر تيار مستمر. محرك كهربي اللي هو الموتور يتصل ببطاريه، اي الكميات لا تساوي صفر عندما يصبح الملف عمودي. لما الملف يكون عمودي، هل عزم ثنائي القطب لا يساوي صفر؟ عزم ثنائي القطب بيساوي ايان. لما الملف يكون عمودي، الملف لما يكون عمودي على خطوط الفيض، بتلاقي زي ما احنا قلنا كده ان الفرشتين بيلامسوا الماده العازله، فالملف اصلا مش هيوصل له تيار، يعني التيار ده هيبقى بصفر. يبقى المفروض عزم الازدواج بصفر، هو عايز لا يساوي صفر، يبقى دي ما تنفعش. اللي بعده، هل سرعه دوران الملف بتساوي صفر؟ لا طبعا، احنا قلنا الملف المفروض يقف، بس ما بيقفش ليه؟ بسبب الكسور الايه؟ الذاتي. يبقى سرعه الملف لا تساوي صفر، يبقى هي دي الاجابه الصح. طب تعال نكمل الاجابات. هل عزم الازدواج بيساوي صفر؟ طبعا عزم الازدواج بيساوي بيان. والاي بصفر، يبقى عزم الازدواج بصفر، وهو عايز لا تساوي صفر، اللي ما تنفعش. هل القوة المغناطيسية المؤثرة على أضلاع الملف؟ القوة بتساوي بال ساين سيتا، وطبعا لسه قايلين التيار بصفر، فالقوة على الأضلاع هتساوي صفر لأن مفيش تيار، وهو عايزها لا تساوي صفر، يبقى دي ما تنفعش. يبقى الإجابة الصح هي سرعة الإيه؟ الدورة.